أين الخان؟ بنتو مالو شهر 3 هذا تعالى بث قال حنا شوي الناس يكثر تروح هاتو ليس شهر هو نفس الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. متابع من 19 الإعلامية، هاي بث مباشر مع العميد زيدان. لاهي يعطينا انطباع عن زيارة رئيس الجمهورية لمدينة النعمة. تعرفوا كامل يعلن زيدان من داعم رئيس الجمهورية، وبالأخص دور يعطيكم حقيقة النعمة وحقيقة مولد اللي واقع شنو هو. مرحبا بك زيدان، تتكلم. تفضل زيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وصلى عليه وحفظه وانتصر. أوصيكم وأوصي نفسي بالتقى. حج عبد الله مولانا والعطش مولانا. نحن دركات فيها في منصة عاشر. هذه المنصة الآن هاي اللحظات في دار رجل الأعمال اللي قالوا للبكاي، رجل من كنتر، رجل محترم وملتزم، ونحن درك في النعمة هاي اللحظات كالعاصمة في موريتانيا. النعمة هاي اللحظات نعمة اللؤلؤ والمرجان، نعمة الحماس، نعمة الإنشاد، نعمة الزقاريد، نعمة الأفراح. سبب الأفراح بقدوم رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد أحمد الشيخ القزواني ولثانية مرة يعدل اجتماع كونسي دي مينستر في هذه النعمة، ولأول مرة يعدلوا في الترارسة. هذا هو اللي ينقال له حماس، وهو اللي ينقال له النشاط في البنى التحتية وفي التجارة وفي الخريطة اللي تجمع الشمل. أي بليدة له يقيسها رئيس الجمهورية كأنها عاد سياحة. لا يستثمر مول بوتيك، ولا يستثمر مول اللحم، ولا يستثمر مول كريدي، ولا يستثمر مول بتوار، ولا يستثمر مول اللباس، ولا تصلح الدنيا تحرك النشاط في التجارة كاملة. هذا هو اللي يابطو تم يمشي به الرئيس في كل بليدة. التم الناس مات أي رجاش له يعيط بأعلن تجارته ما انباعت، وأعلنوا ما دخلوا شيء، وأعلنوا ما عندهم باش يعيش. بيدي ما داموا نشاطات الرئيس يمشوا في الولايات ويمشوا في كل البلدات، لا يتم لا الحركة خارج ولا استثمار خارج. اللي عطشان يشتري بوش من فيها، واللي مولي ضمران يشتري بوش من وكاط من بسكيت، والله يشتري رواية، والله يدخل مولي على مدة يوصل رحيمها. لاك زين. هذا اللي خلق في الترارسة وخلق في النعمة دركات إياها، يذكر فيشكر. ترجع فضليته على الجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذه هي اللي ينقال لها السياسة العدل مع عند رئيس الجمهورية. يقود وزراء ويقود أمناء عامين ورجال أعمال كاملين لولايتهم لكي يخلق النشاط. تحرك الصحافة الدبلوماسية، الصحافة الإعلامية، الصحافة اللي بشمرقي، الصحافة ذيك اللي بسوق يعلنها صحافية، لا صحافة الطلبة هذه اللي ما رديتها تلقيني. إذا يهملنا منهم. تحلون يهملنا منهم أخوتون. معنا بعد نلوك الصحافة الحين يشوفون في ثم بعد مبرئين روسكم. حد عنده منصة وعنده موقع وعنده رواية، ما عنده أي مشكلة. نختار مدينة نتصف هون مع الصحافة ونقول لهم على أن بلادهم دائما لها با توكل فضتهم ويتروقوا عنها، وتوكل فضتهم ويستروها بيهم. بيها اللي لها با لا يعطي للصحافة شيء ولا يعطي لمواقع شيء. هذه بلجة جاية من عند الخزانة العامة للصحافة. الصحافة ما تقدر تعود عند التغطية وتمشي مع رئيس الجمهورية وتمشي مع الوزراء وتمشي مع الأمناء العامين وتنقد اللي خاط عليه في المبدية واللي ما خاط عليه واللي شافت ما شافت. ينين يموت السنة تجبر 300 و400 ولا تجبر شوي ما هو مهم غير تبرق علينا هبطة ما ترش. ايش برقع سب احنا ما نجبر منها وقية. احنا ما نجبر منها شيء، ما نجبر منها ميت وقية زيدان. ماكم لا يتراو من هوقية. حتى نحن هذا ان 4 سنوات من ساعة جا محمد أحمد الشيخ القزواني مجور بلوك على موقعنا قالوا مرايا يكتبون لا بدون دعم. كيف تدري نحن طالبينهم هم طالبين مديرهم ولا طالبين جماعتهم ولا داري عندهم شيء. والله معدلينها باخلاق انها رئيس الجمهوريه. حد يعدل اخلاق الرئيس الجمهوريه لا يوقع حق مسلم مولانا. اي مسلم مولانا مش شاتر الدوله شيء يعطي يؤدي الامانه. يا غير قايل للرئيس الجمهوريه لهم
وقايل انه في كل بليده على انه راهو موقع مرايا له 4 سنوات عن يجبر شي عند الهابه، والمنصه اللي نتكلم فيها قالت على انه ملي ما ترى شي عند الهابه. يا غير ما خسر شيء. نحن لا يتم مواقعنا ومنصاتنا لا يعدلوا التغطيه للجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه، ولا يتم لا ما كبير رئيس الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه لا ينضحوا له بدمنا ولا ينضحوا له بوقتنا ولا ينمشوا يا كان به ما يقدروا يقيس بليده ما عندنا احنا قدامه وعندنا وراه. أو زيد تكلمنا عن الهجرة. الهجرة شنو رأيك في الشباب اللي مشى كامل شهر أمري؟ أي شباب؟ الهجرة مشى في الهجرة هذه شهر أمري، حيط المكسيك هذا وذا الشيء، إيش عندكم من أخباره؟ حيط المكسيك هذا أنا ما يرجعوا يغيروني للخلق اللي في الخارج وفي المكسيك سابق أنا. إيش قلت لك الخلق اللي في محصل؟ ما شفنا بنهون الديار ولا شفنا بنهون المساجد ولا شفناهم عاونوا الفقراء ولا المساكين ولا شفناهم اللي مشى لباتوا ولا ماتوا مازال لا يقول علينا الود اللي تواخذ. ايش من درا شو سام هما يمشوا يرصوا مع حياه. هذا نوع من التصرف يتعلم قاعد التنصيص معناه انهم احنا كنا نسولوا عن بوضوايا. رانا قاعد طالب مولانا بوضوايا رانا شفناه قاعد في الهجره. مدة هاجرت ما قاعد مكة المكرمه ولا المدينه المنوره ولا جده ولا بليده تعبد فيها مولانا وعندها بليده ثانيه. هذا اللي ماشي هما يعدلوه يقدروا يعدلوه في دولتهم ولا غسيل بلاطات وتقاردين في بيبان وتوقفوا في البيساريات استقموا تعيشوا في وطنكم قاعد توقفوا في البيساريات وتصلوا الوتات وتتموكوا في جاركم والعمال هون ياسرين قابل ما عندكم قابلين جانب يشتغلوا لكم اشتغلوا انتم قاعد في جاركم. تفضل عاد عندك سؤال ثاني. لا نكتفى بهذا القدر. شنو الكلمة الأخيرة للجمهور وهم النعمة بالأخص لكن النعمة لا توجه لهم كلمة الأخيرة للشباب الطلب اللي يرتم وجه الرئيس الجمهورية شنو تخدمهم كاملين؟ نختار نقول للشباب ونقول للمناضلين ونقول للزعماء على ان المناضل زيدان والزعيم زيدان هاي المسألة اللي واحد فيها ما واحد فيها وذوك اللي داخلينها علينا راهو مالكم يكون ببال اللي داخلينهم عليهم ما باتوا استهداوا عليهم لا يشقوا رؤوسهم ولا يتعبوا رؤوسهم. هي دي المبادرة لابد أن تتابع ولا لا يتابع النضال لابد أن يتابع بدمه وبلحمه ويبقى هو مولي فضته يسقي يشتري بها قصوار يشتري بها إصاص ويعود مليني كأنه مضبوط ومسؤول ومحترم ومليني يعود مليني. نضاله ما هو نضال الفساد ولا هو نضال الزلقة ولا هو نضال الديقة ولا هو نضال شي خاسر. حد كامل مناضل إن قالت له كلمة خاسرة يلطو يحملها ولا إن قالت له ملي كلمة زينة يلطو ملي يحملها بيني وعاد على الواجهة. يا غير هم ذوك ينقال لهم بلبلة وفساد النضال وزعزعة النضال يا غير إلى الأمام إلى جربوق الصغير ذاك اللي فيه من البركة ما هو ذاك الكبير وإلى جربوق الكبير أخير منه ذاك الصغير بيدي ذاك في المتحف راهو مطروح في المتحف ومولاه اللي رافده يعرف أين تكرر كتفه ويعرف الكلام اللي يقول. والقصة على الاختتام شاكر هاي الولاية الأولى اللي نقالها ولاية النعمة نعمة الحي ونعمة الميت ونعمة الأخلاق والاحترام والتقدير. ومن أخلاقهم واحترامهم وتقديرهم هذا اللي قلت لهم اللي عدل لهم رئيس الجمهورية ومشي لهم اليوم رئيس الحزب الاستقبال اللي عدلوا الملعينين واللييه حزب الإنصاف. هذا تاريخي وجغرافي. جزا الله عنا رئيس الجمهورية بذي المبادرة اللي قابل ضرك ويواصل فيها إذا تم مواصل فيها لا تحد لا يشك من التبرشي ولا تحد لا يشك من انه قالش. ما دام رئيس الجمهوريه يزور الولايات لا يتم لا خالق الفضاء وخالق الخير وخالق الرزق يستغنموا لباسي ويستغنموا لكسكس ويستغنموا لانبسام ويستغنموا لبلبسطيق ومولا كريدي ومولا البوتيق اللي عنده ياسر مشي ما كان يبيعوا يدور الله يحرق وتخلق النشاط في الولايات. كلمه اخيره لين اسولك عن كلمه واحده تسمح لي مولا. كذبه القرن هذه تآزر انا سميتها طبعا كذبه القرن لاني عدت عمل استقصائي قريب يجبر شيء ارض الواقع من حجم المبالغ الماليه عنده. انت زيدان ما شاء الله كل شيء في دور الرحمن الرحيم تتابعه وتتابع ياسر نحن ما نعرفه. تآزر عندك انها قايمه بدورها هذا شنو هو مردته؟ اكبر دور موجود في موريتانيا اليوم لا يعطي الفقراء والمساكين التآثر. وعليه هذاك الراجل اللي قال له محمد علي راجل من العرب مسقم والسقم تعيش والتآثر. نحن كنا تاكلين في جارنا جاتنا كرتين العقاب الليل وعطاتنا حقنا في زمن كورونا. وذا الزمن اللي فيه حالا دراسه فيها مضبوطه ومسؤوله ومحترمه هي ماشيه مع الفقراء والمساكين. خارجين وحدين دخلوا على التآثر من الأغنياء ومن التشبشابه ومن السمساره
ويبقوا محمد علي كانوا يوكل فضة الدولة ويحوزوا عليهم هم، يقال هو ذاك ما بيعنه. يقدروا يشودوا صحيفته ويقولوا ياسر من الشيخ ياسر يقال اي اداره مرقتها الدوله معناه ان لا فيها ثقه للدوله. وانا زيدان اي رجال مرقوا القانون انا مع القانون، فوق القانون فوق الجميع، واحتراما للقانون. بارك الله نشكر المؤسسه العسكريه ونشكر اداره الامن ونشكر الناس كاملين، ونقول مولي للناس اعلن ذاك اللي قالوا في اخبار بنكيري لا نقول لك انا اعلن لا اساس له من الصحه، ولا خالق اي رجاج لا تنقبض له فضه في موريتاني ما تابعتها شيء قالوا اداره الامن اللي هي بوليس، وتابعتها بيجي، وتابعتها الدوله اللي فوق الجميع، ولا وقع اخبار من قدو يقع حد قاع لا يتلفلوا اي رجاج يعود قبي ويعود قبي كيف تردميه ويقولوا يا كود اللي شاف اعطيه لي. وفعلا يقجعوا جاي عند بنكيري يقال فم التلوصيص، يقال نتلفن لرجاج عندي في بنكيري ولا نتلفن لرجاج عندي في اي اداره ونقولوا يا اخوي اللي جاني الكود شنو هو؟ سابق يتكلم لي ذاك الرجاج قاع ما نشوف رجاج، بعد تراقد نطفي تليفون ولا عاد توعي اللي قاع قلت قاع نقول له ترك السفيه بلا جواب يشدوا عن العقاب بيدي نص. سمعتوني؟ والسلام عليكم ورحمه الله والعطش مدام. شكرا جزيلا لكم متابعي. هذه المقابلة كانت مع العميد زيدان، جزاه الله خيرا، شرفنا بهذه المقابلة وطلبوها منه عدة مواقع ومنصات، وعلى كل حال لبانا احنا الطالب. شاكرين وشكر جزيلا لكم انتم متابعين، وشاكرين هو شكر جزيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما دوما نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.